أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأما الشرط الخامس فهو المحبة. المؤمن يحب الله ويحب رسوله، وكذلك يحب عبادة الله ويحب أهل الله وأولياء الله. وإذا أحب الله تعالى تعبد له، وإذا أحب العبادة تقرب بها، وإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه واتبعه، وإذا أحب العبادة أكثر منها، وإذا أحب العبادة أبغض ضدها وهو المعصية. فمحبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة عبادته من أوجب الواجبات على المسلم. عليه أن يقدم محبة الله ونبيه على كل محبة. وقد أمر الله تعالى بتقديم محبته على محبة كل شيء، على محبة الأموال والبنين ونحوها. تقرؤون قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.